واتكشف المشهد والصورة بقت واضحة. وزير الخارجية المصري راح أمريكا بيعمل إيه؟ يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتوا بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. ولما الصورة نزلت على السوشيال ميديا شكل المظاهرة قدام السفارة المصرية في إحدى الدول، ناس واقفة بتشتم في مصر وبتشتم في السفراء المصريين، ومرفوع معاهم علمين، والعلمين جنب بعض، علم دولة الكيان وعلم الإخوان. واللحظة دي كانت كفيلة إنها تقفل كل أبواب الشك وتفتح بوابة الحقيقة على مصراعيها. ناس كانت بتقول مبالغات، ناس كانت بتقول نظرية مؤامرة، وفجأة لقينا المشهد بيتكون 3D قدام عينينا، وإن اللي بيتكلموا عن فتح معبر رفح للدواء أو علبة لبن الهدف اتغير تماما، وأصبح الهدف هو إن الغزاوية يسيبوا غزة ويتوطنوا سينا عشان تبدأ خطة سينا البديلة. فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوته سوا. ناس كتير كانت بتسخر من كلامي اللي قلته في حلقات قبل كده، ساعة لما قلنا ان في مخطط بيترسم من يوم 7 اكتوبر 2023، وان العملية اللي عملتها حماس في 7 اكتوبر ما كانتش عملية عشوائية، بالعكس دي كانت مفتاح لفتح باب جهنمي. لكن اللي حصل بعد كده كان اثبات واضح، الاحتلال رد بقوة، والقطاع اتهد واتدمر، والناس اتكدسوا، فالاخوان يتحركوا على طول. مظاهرات، حصار للسفارات المصرية، شتيمة وقذف في الدبلوماسيين المصريين، حملات سوشيال ميديا وبتهتف بجملة واحدة: افتحوا المعبر يا مصريين. مصر اصلا فتح المعبر ما قفلتوش، لان مصر شايفة الرواية والحدوتة من فوق، وعارفة ومتأكدة ان الضغط عليها مش انساني لدخول المساعدات، ولا تلقائي من نبع العروبة ولا الانسانية. ده شغل منظم وخلايا مدربة بتمهد لعملية تهجير قسري وتصفية القضية الفلسطينية، وتهجر الغزاوية من بيوتهم وتبتدي تزق فيهم لحد لما يوصلوا للحدود المصرية عشان يتحقق السيناريو اللي الاحتلال بيتمناه: غزة تبقى فاضية وسينا تستقبل. والناس ابتدت تسأل، هو وزير الخارجية المصري راح أمريكا بيعمل إيه؟ الإجابة ببساطة يا صديقي، ما كانش رايح عشان يشرح وجهة نظر أو يسبب أسباب ولا حتى يطلب دعم، ده كان رايح يضرب كرسي في القلوب. وزير الخارجية كان رايح يقول للعالم بصوت عالي: اللي بيحصل مش أزمة إنسانية، دي بداية حرب ومصر مش هتسكت، ولو التهجير ابتدى يحصل الجيش هيتحرك. ليه قال كده؟ لأن الاحتلال بدأ بالفعل يدفع الغزاوية ناحية الحدود المصرية بالقوة، والمكان الوحيد اللي شايفينه مفتوح قدامهم هو سينا. يعني يا صديقي تهجير رسمي، ومصر من أول يوم قالت خط أحمر. في الوقت اللي الكل فيه بيضغط على مصر، إعلاميين، منصات إخوان، حتى بعض النخب اللي تتغنى بالإنسانية، مصر وقفت وابتدت تتخذ الخطوات، والمشهد اتكشف. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في حلقات كتير. اللي بيقول لك افتح المعبر، اسألوا مين اللي قفل القطاع ومين اللي رمى شعب غزة في النار. مصر مش ضد الشعب الفلسطيني، بالعكس، مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتتفاوض عشان الشعب الفلسطيني، عشان ما يسيبش أرضه ويكون أداة في إيد الكيان لتنفيذ المخطط. لكن المشكلة يا صديقي إن اللي ماسك الميكروفون مش ناس عادية زي وزيك، دي أدوات مدربة في إيد مؤامرة كبيرة. تعال شوف كده التسلسل والتركيبة معايا. الاحتلال عايز يدخل غزة ويضمها رسمي، وده طبعا مش هيحصل إلا لو حماس رفضت تسليم السلاح، وده بالظبط اللي بيحصل. لما حماس هتصر على موقفها ومش هتسلم السلاح، بالتالي الاحتلال هيبتدي يقولك أنا بدافع عن نفسي، يدخل القطاع، وبعدها الناس تبتدي تتزق على سينا. مصر فهمت ده وحطت خطة واضحة من الأول، لأن مصر دايما بتستخدم الأساليب الدبلوماسية للنهاية. مصر قالت وقف إطلاق نار أوكي، لكن بشروط: الحركة تسلم سلاحها والاحتلال ينسحب فورا. طبعا يا صديقي الكلام مش هيعجب طرف من الطرفين، لا حماس ولا دولة الاحتلال، لأن ببساطة الاتنين متفقين على الشروط. وزي ما قلت لكم قبل كده، الاحتلال هو من صنع حماس، وحماس من رحم الاحتلال. مصر بالتحرك اللي حصل من وزير الخارجية ضربت الاتنين في مقتل، فضحتهم وقدمتهم للعالم على حقيقتهم، وبلغة المخابرات كشفتهم. طب اللي بيتكلم باسم الإنسانية ما يسأل نفسه، اشمعنى التهجير متوجه لسينا بس؟ ليه ما يكونش التهجير لأي مكان تاني؟ لأن يا صديقي في الأساس الهدف مش إنقاذ الناس، الهدف هو احتلال سينا، ويبتدوا يدخلوا عناصر من حماس مع الغزاوية اللي داخلين، ويبدأ يحصل مشكلة أمنية أو تراشق أو ضرب نار ما بين الطرفين أو إطلاق صواريخ على تل أبيب. وهنا يا صديقي يجي الفصل الأخير في الحدوتة، يبتدي الاحتلال يقولك أنا بحمي حدودي، ويبتدي يتعامل. هو بيتعامل فين؟ في سينا. نفس اللي حصل يا صديقي في لبنان وسوريا مع داعش ومع حزب الله بيتكرر حرفيا. وكنا قلنا قبل كده يا صديقي ان مصر مش طرف في المؤامرة، ومش هتفتح حدودها لأي حد عشان تدفع ثمن مخطط معمول من سنين ضدها. لكن الضغط كبير والهجوم على مصر بيزيد، اللجان على السوشيال ميديا بتهاجم بشكل رهيب، والإخوان بيشوهوا صورة مصر.
عادتهم ولا هيشتروها يعني. الإعلام الغربي بيغني نفس الأغنية، الناس بتموت افتحوا المعبر. بس يا صديقي الحقيقة إن الناس بتموت عشان في جهة خدتهم رهائن وبتستخدمهم كدروع بشرية أو كورقة ضغط على مصر. ورغم كل ده موقف مصر ثابت وموقف الجيش ثابت. أنا جاهز لكن هتحرك في الوقت الصح، لأن لو التهجير أصبح في يوم من الأيام محاولة اقتحام بالقوة الرد هيكون حاسم. نيجي بقى للناس اللي بتسأل وبتقول هي مصر ليه مش بتدخل مساعدات؟ وليه مصر ما فتحتش المعبر؟ طب ما تسأل نفسك سؤال، هو ليه حصل اللي حصل من الأساس يوم 7 أكتوبر؟ ومين اللي عمل العملية؟ ومين خطط للرد؟ ومين المستفيد؟ يعني مثلا يا صديقي مصر في حرب 73 لما قررت ان هي تهاجم القوات الإسرائيلية في سيناء كانت عارفة ودارسة ومتأكدة من رد الفعل اللي هيحصل وحاطه له خطط بدائل. كل المؤشرات وزي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير إن المخطط مش وليد اللحظة، اللي بيحصل على أرض الواقع حاليا هو تنفيذ لمخطط من سنين فاتت، وفي دول سكتت ودول شاركت ودول باعت. علشان كده الكل بيهاجمنا، أي واحد بيقف ضد مخطط التهجير بيتم مهاجمته بشكل شرس. وكنا قلنا معاكم في حلقة قبل كده مصر الدولة الوحيدة اللي عندها جيش لسه واقف على رجليه صلب، لسه حائط صد، جيش شريف لسه ما اتباعش لحد بيدعمه وصاحب كرامة ومرفوع الراس. وعلشان كده طبعا كله بيحاول يكسره. وعشان اللي لسه مش شايف الحقيقة تعال معايا نتفرج على الصورة من فوق بمنظور أفقي. جيش الاحتلال بيقصف والحركة بتعند والإخوان بيشوهوا مصر وإعلام الغرب بيساند والشعار واحد، افتحوا المعبر. دول فريق واحد بهدف واحد ولغة واحدة. بس مصر كشفتهم قدام العالم، قالت أنا عمري ما هبقى شريك في مخطط تهجير الغزاوية، ولا هفتح باب بيع لسينا، ولا حد الضوء الأخضر للجيش يتحرك إلا لو في خطر حقيقي على حدودي. ولو حصل والجيش المصري يتحرك مش هيبقى في مجال للسياسة والتفاوض، والرد مش هيكون بالكلام. أشوفكم على خير.